ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنتناول الاستعداد لرمضان في شهر شعبان كيف يكون، وسنتناول بمشيئة الله تعالى فيما ورد من فضل شعبان وما ورد الحث فيه من الاستعداد لرمضان، وكذلك خصوصا في الحث الإصلاح بين الناس في هذا الشهر الكريم. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف. بارك الله فيكم وإلى حلقتنا إن شاء الله. أهلا وسهلا شيخ حسن سلمان، نرحب بكم. بعد ذي بدء نحب أن نستمع إلى ونسمع المشاهد فضل شعبان، فضل هذا الشهر مما ورد من الأحاديث الصحيحة، وكذلك لو نمر على بعض التنبيه على بعض الأحاديث الغير صحيحة حتى يكون المشاهد في دراية من دينه في هذا الباب. فتفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا ويكتب لنا البقاء حتى نصوم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية، وجميع المستمعين وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الاستعداد لموضوع شهر شعبان هو أول يقع وسط بين شهرين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد، يقع ما بين رجب وما بين رمضان. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بأن هذا الشهر يغفل عنه الناس، ويغفل عنه الناس لأنه بين كبيرين كما يقول يعني العلماء. شهر رجب الذي هو شهر حرام، لو تلاحظ الاهتمام برجب عند كثير من الناس حاضر، سواء بحرمته أو بما يعني ما وقع فيه من بعض الحوادث التي تجعل الناس لا ينسون هذا الشهر ويعظمونه، وكان حتى أهل الجاهلية يعظمون هذا الشهر، وبالتالي موضوع الرجب حاضر في أذهان الناس إلى يومنا هذا. وهذه سبحان الله من دلالات صدق نبوءته عليه الصلاة والسلام في غفلة الناس عن شعبان، وحضور وذاكرة الناس حاضرة في رجب. رمضان بالنسبة للناس أيضا محظور ومذكور، والسبب في ذلك أنه شهر الصيام وشهر القيام وشهر ليلة القدر وشهر فرض الله فيه ركن من أركان الإسلام، وبالتالي هذا الشهر حاضر. ولذلك ينسى ما بين هذين الكبيرين اللي هو شهر رجب وشهر شعبان، شهر رجب وشهر رمضان، ينسى شهر شعبان. ولكن هنا في قضية مهمة جدا أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو موضوع الغفلة الناتجة في هذا الشهر، مع أهمية هذا الشهر وأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ودي طبعا مسألة شرعية إيمانية، وهو أن بداية التسجيل للأعمال كأنما يبدأ معنا في هذا الشهر، يعني ترفع أعمالنا في هذا الشهر. وبالتالي إما أن البدايات تكون مع
شهر رمضان، فكأنما رمضان تبدأ معه سنة جديدة سبحان الله. الأعمال. نعم. وإما أنه ما بعد المنتصف، ما بعد منتصف شعبان تبدأ معنا كذلك على كلنا. فهذه الإشارة مهمة جدا، أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم بأن والله هذا الشهر ترفع فيه الأعمال ويغفل عنه الناس، والغفلة ناتجة كما ذكرنا عن أنه بين كبيرين. النقطة الثانية أيضا موضوع الغفلة، سبحان الله كثير من الناس نتيجة طول الأمل هو يتصور بأنه سيدرك رمضان ويستطيل المسافة، يعني كأنه المسافة خلاص، أو يجعل المسافة قريبة، يقول والله رمضان قرب، فيتصور بأنه سيدرك رمضان. بينما كم من الناس سبحان الله أخي شيخ برهان يكون قد فقد وتوفاه الله في هذه الفترة البسيطة. يعني الآن من منا يضمن بأنه والله العشرة أيام المتبقية أنه سيعيش؟ لاحظ هنالك كثير من المسلمين من تاريخ اليوم إلى يوم 1 رمضان قد يكون هنالك آلاف من البشر فقدوا أرواحهم وماتوا. وبالتالي مسألة الغفلة هذه النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها، فيقول بأن هذا الشهر شهر يعني يغفل عنه الناس، وهو يقع بين رجب ورمضان. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هنا لاحظ النبي لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر؟ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، وشهر يغفل عنه الناس، وشهر هو يحب أن ترفع أعماله إلى الله سبحانه وتعالى وهو على صيام. وبالتالي أصح على كل ما ورد في هذا الباب هو حديث أسامة بن زيد اللي هو إن الله اطلع ويطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر الله تبارك وتعالى لجميع خلقه إلا للمشرك والمشاحن، إلا من كان مشركا أو مشاحن. والسبب في ذلك أن هذين الشخصين اللذين لا يغفر الله لهما، أحدهما قطع الصلة مع الله، والآخر قطع الصلة مع خلق الله. يعني الإشراك يجعلك منقطع الصلة بالله سبحانه وتعالى، والشحناء تجعلك منقطع الصلة مع عباد الله تبارك. والله عز وجل أراد من الدين كله وأحكامه أنك أنت والله تقيم التوحيد مع الله وتقيم حسن الخلق مع عباد الله تبارك وتعالى. وبالتالي كأنما الله عز وجل يقول والله بالنسبة لمن كفروا بالله قطعوا الصلة مع الله تلقائيا، هؤلاء لا سبيل لهم. أما من هو نجا من الشرك ودخل في التوحيد ولكنه في خصومة مع خلق الله، وفي شحناء مع خلق الله، وفي قيام للتسامح مع خلق الله تبارك وتعالى، هذا أيضا في هذا اليوم الذي ترفع فيه الأعمال يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله لا يغفر لهؤلاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. فيما يتعلق ب إن الله يغفر في النصف من شعبان لكل المسلمين إلا لمشرك أو مشاحن، لماذا الحرص على أن لا يغفر للمشاحن؟ لماذا المشاحن؟ وما المقصود بالمشاحن أولا؟ ثم لماذا هذا الذي في نفسه شحناء أن لا يغفر له؟ ولماذا يحرص الإسلام على الإصلاح في المجتمعات؟ نعم. أول موضوع الشحناء، يعني ذهب الذين تكلموا في هذا الحديث إلى أنه من يحمل الضغائن والبغضاء والكراهية والأهواء الداخلية وتجعله في حالة خصومة، وربما تحمل هذه الخصومة كذلك على تقطيع أواصر الأخوة بين المسلمين. والله تبارك وتعالى شرع قضية التوحيد يعني ليستفيد منها الإنسان في أن تنعكس علاقته بالله في علاقته بخلق الله تبارك وتعالى. فنلاحظ بأن الله تبارك وتعالى يأمرنا بتوحيده والاعتصام به، ويأمرنا كذلك بأن نحسن علاقتنا مع الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فلاحظ أمامك أنت ميزانين: تقوى الله، حسن العلاقة مع خلق الله. فالذي يشاحن، الذي يحمل البغضاء ويحمل الكراهية ويحمل، سبحان الله، أولا يتآكل في داخله، هو المعذبة له تلقائيا هذه الشحناء وهذه الكراهية. الأمر الثاني مناقضة كذلك لمراد الشارع في تطهير النفوس ويزكيهم. فالشحناء تناقض التزكية وتناقض التطهير وتناقض أثر الإيمان بالله تبارك وتعالى والالتزام بشرائعه على القلب، هذا القلب الذي يريده الله تبارك وتعالى قلبا مشعا، قلبا مؤمنا، قلبا لا يحمل الكراهية والبغضاء.
وحتى عندما يكره إنما يكره ما يكرهه الله، يكره الحرام ويكره الشرك ويكره الكفر ويكره الأخلاق الرذيلة، لكنه يحب كل ما هو جميل من الصفات والأخلاق. وبالتالي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث يشير إلى أن الله يغفر لخلقه إلا هذا المشاحن، هذا المشاحن لأنه قطع صلته مع عباد الله. وفي هذه الأرض أنت الله تبارك وتعالى يريدك أن تكون متصلا بعباده متعاونا معهم على البر والتقوى، وإذا قطعت العلاقة مع الخلق فقد عطلت جزءا كبيرا من مهمتك الرسالية على وجه هذه البسيطة. وبالتالي كأنما أنت تذهب في اتجاه معاكس لمراد الله عز وجل في رسالته، لأن هذه الرسالة يريدها الله رسالة محبة، رسالة أخوة، رسالة تعاون، وأنت تقطع هذه الصلات. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى ما يفعل بعبادتك إذا كنت تسيء إلى خلقه وتسيء إلى عبادته، لأن الله عز وجل لن ينفعه من عبادات الخلق شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك منه. لكن هذه العبادات وخشية الله والخوف من الله تنعكس في السلوك البشري، تنعكس تواصلا وتعاونا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر مع عباد الله تبارك وتعالى. فهذا جانب. الجانب الثاني في تفسير الشحناء، ذهب بعضهم إلى أن يدخل في هذا الموضوع أول ما يدخل ممن يحملون شحناء على المتقين وعلى المؤمنين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي شحناء البدع، بمعنى هو يبتدع بدعة ثم يكره أهل السنة وأهل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا أسوأ أنواع الشحناء، وهو أنك تريد أن تكون والله مقرب من الله تبارك وتعالى وأنت عندك شحناء ضخمة جدا مع مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، كما هو حال بعض الفرق التي تحاول مثلا أن تصف كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالانحراف، أو أنهم لم يعني غيروا وبدلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما تذهب إليه بعض الطائفة. هذا أسوأ أنواع الشحناء. لكن أيضا يدخل في ذلك الشحناء مع الخلق الذين أنت تعيش معهم وتعيش بينهم وتتعامل معهم، فهذا بلا شك أيضا مما يدخل في هذا الجانب. هل يشمل هذا الدول أيضا أن لا يكون بينها شحناء، الدول الإسلامية؟ هو بلا شك إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم، تبدأ بالأفراد وتنتهي بالدول وربما تصل إلى الأمم. نعم. الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حتى على مستوى الأمم يفترض أن تكون العلاقة هي علاقة تواصل وعلاقة تعارف وعلاقة تعاون بطبيعة الحال. لكن الطغيان والعدوان الذي يحصل من الأمم بعضها على بعض، وأن تكون أمة أربى من أمة، وأن تكون أمة أعلى من أمة، وأن يكون قوم أعلى من قوم، وأن تكون هنالك مجموعات من الدول تغير على الشعوب الأخرى وعلى الأمم الأخرى لتأخذ مواردها، كل ذلك يؤدي إلى البغضاء والتشاحن، وبطبيعة الحال يدخل في هذا الجانب. جميل جميل، جزاك الله خير. وخاصة أهل الإيمان كما تفضلت، الله تبارك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوي. يعني حتى لو كان هنالك إشكال فالواجب على المسلمين إزالة ذلك حتى يعودون كما نحن في إريتريا 10 قبائل شيخ حسن، وبين هذه القبائل يعني من التواد ومن المحبة والتفاهم ما بينها الحمد لله. وهناك أيضا حقيقة بعد الخلاف وبعد التنازع في بعض الأمور، أعتقد مع مرور الزمن ومرور الاستعمار ومرور التضييق على بعض الأمور، سبحان الله أدى هذا إلى أن يكون بينهم ألفة ومحبة، يعين بعضهم بعضا، خاصة في دار الهجرة وفي الكذا. حول هذا ما هو توجيهكم شيخنا، خاصة نحن في هذا الشهر ومقبلون الدخول على شهر رمضان؟ يعني لا أريد أن أفصل في هذا كثيرا، ماذا كان يقول مثلا القبيلة الفلانية عن القبيلة العلانية، أي نعم، لكن في الجملة يعني كان هناك بينهم محبة وتواد. هؤلاء يزوجون من رجال هؤلاء، وهؤلاء يأخذون من بنات هؤلاء، وهناك تعاون عام. أولا نشير إلى أن سبحان الله يعني البشرية، الإسلام حتى يعالج ظاهرة النفرة إن صح التعبير التي سببها الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشيطان كظاهرة على كل تعمل على التحريش بين الناس.
وهو يئس أن يعبد يئس من أن دون يعبده الله. الناس في جزيرة العرب، قال ولكن بالتحريش، فيظل التحريش عامل موجود. فالشيطان عامل من العوامل الأساسية في التحريش بين الناس ومحرض، وهو لا يستطيع أن يضل الناس إلا إذا أدى إلى التحريش بينهم، وبدءا من التحريش بين الزوجين، يعني بين الرجل وامرأته كما ورد في حديث مسلم. يعني فمسألة الخصومات ومسألة العداوات ومسألة الكراهية، أولا هذه مما حرمه الله تبارك وتعالى بين المؤمنين وبين المسلمين، وأمرهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا على قلب رجل واحد وأن يكونوا متحابين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فمطلوب منهم أن يتحابوا وأن يتواددوا وأن يتراحموا وأن يتواصلوا، وأن لا يكون بينهم تقاطع. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فأنت أمام حقيقة كم هائل جدا من نصوص الوحي كتابا وسنة الحاضة على مسألة المحبة، على مسألة الأخوة، على مسألة أن يكون بين المؤمنين مثل المؤمنين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، قال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما تفضلت، نحن مجتمع كغيرنا من المجتمعات، فينا صفات جيدة وفينا صفات على كل وخصائص ممتازة جدا في التعايش. وكلما اقتربت سبحان الله إلى المجتمع في مكوناته الطبيعية ستجد القدرة على التعايش أكثر مما تذهب إلى الأطر السياسية. يعني الأطر السياسية دائما تدخل فيها يتحول الجانب الاجتماعي إلى عامل من عوامل الصراع، ولذلك ستجد أنت الصراعات في الإطار السياسي تزج فيها القبيلة، يزج فيها الإقليم، تزج فيها المدينة، يزج فيها الجهة إلى غير ذلك. لكن هذه ليست هي الأصل. الأصل هو أن هذا المجتمع كما تفضلت مجتمع متجاور، مجتمع متجانس، مجتمع متزاوج، يعني يقبل بعضه بعضا، تحكمهم الكثير من الأواصر، تحكمهم الكثير من الأعراف الجميلة جدا والممتازة. وبالتالي كما تفضلت نحن في الوقت الذي نشيد بشعبنا في هذا الاتجاه أيضا نحرض أن والله نحن محتاجين إلى مزيد من هذا الجانب، لأنه كلما دخلت علينا الحداثة والمعاصرة بأخلاقياتها وبمادياتها ستلاحظ بأن الناس يعني يذهبون بعيدا عن هذه الأخلاق التي عرف بها الشعب الأريتري المسلم. فعلى كل نحن نقول بأن ما كان عليه وما ينبغي أن يكون عليه شعبنا الأريتري بكل مكوناته هو التواصل والتراحم والمحبة والتعاون، والنظر إلى أننا فعلا بحاجة إلى بعضنا البعض حتى إن شاء الله نقيم في دنيانا هذه، وهي دنيا قصيرة ومحدودة تحتاج أن الناس تتجافى عن قضية التباغض والكراهية التي حقيقة تحرم الناس من السعادة حتى على المستوى الشخصي. يعني الذي يحمل الشحناء ويحمل البغضاء تجده دائما شقي، والنار تأكل، يعني الحسد كما قيل يأكل صاحبه قبل أن يؤثر على غيره. وهنا أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار فيه لأنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فتبعه واحد من الصحابة لمدة 3 أيام، تظاهر له بأنه ضيف، وإذا بهذا الرجل عادي جدا ما كان من أهل القيام ولا من أهل الصيام. فلما رأى 3 أيام قال له والله يا أخي أنا سمعت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيك كذا وتبعتك ولكن أراك شيء. قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فإني والله عندما آوي إلى فراشي لا أحمل في قلبي لأحد، يعني يعفو عن كل من ظلمه ويهب عرضه لله تبارك وتعالى ويتسامح. وهنا سبحان الله سيحقق حياة طيبة لنفسه، ويحقق في نفس الوقت أيضا أن الله يعفو عنه يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. بارك الله فيك شيخ حسن. في الحقيقة أحب أن أقف أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يعرض عمله وهو صائم. ولو استعرضنا على الأمة الإسلامية، أمة الإجابة وأمة الدعوة، ما هو حالها في شهر شعبان؟ للأسف الحال هو سبحان الله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يغفل الناس، يغفلون عن شعبان، يغفلون عن شعبان لاعتبارات كثيرة جدا. هو بعض الناس زي ما ذكرنا بأنه والله يهتم لما في رجب من بعض الآثار الواضحة، وكثير من الناس أيضا ينبهون على هذا الشهر وكونه من شهر حرام، وكذلك يهتمون بالشهر بتاعت رمضان لأنه فيه حالة جماعية. يعني نلاحظ الحالة الجماعية موجودة في رجب وموجودة كذلك في رمضان، ولكنها غير موجودة
يعني أنا أقصد منهم من ترفع عمله وهو والعياذ بالله في المعاصي، من غمس من المسكرات صحيح. ومن يعني الإسراف على نفسه بالزنا والعياذ بالله، وغيره أيضا يرفع عمله وهو ساب للمؤمنين والمسلمين شاتما قاطع لهم لأرحامه، قاطع لأرحامه. نعم. وهكذا نعم. في حيننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صائما. صائما. نعم. هي طبعا هذه سبحان الله من أفضل ما يمكن أن يلقى الإنسان به ربه في هذه. ولماذا أيضا الصيام شيخ حسن؟ لماذا قال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا أتصدق؟ نعم. لماذا لم يقل أنا أحب أن يرفع عملي وأنا مثلا قائم صائم؟ لماذا الصيام؟ نعم. الصيام أولا سبحان الله أشار فيه الحديث القدسي بأن الصيام لي وأنا أجزي به. صوم لي وأنا أجزي به. والأمر الثاني الصيام يندرج أيضا في أبواب الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأفضل عمل غير محدود وغير محسوب وأمره إلى الله تبارك وتعالى هو الصيام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يأتي أو يرفع عمله وهو في عمل محدود أو محسوب أو كذا، لكن يريد أن يرفع في أفضل وضعية، وهو أن يكون كاف عن كل الشهوات بكل أنواعها. في نفس الوقت الصيام يحدث الانكسار، والانكسار يقرب العبد من الله تبارك وتعالى. لذلك لما جاء الحديث قال مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف تمرض أنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده. بقية الحديث ستلاحظ كله يقول فيه لوجدت ذلك عندي. فقال العلماء هنا المريض قلبه منكسر، وفي الصيام كذلك سبحان الله تجد حالة الانكسار. الشهوات هي التي ترفع الانكسار. نعم. يعني العافية المطلقة، الشهوة الطليقة، تجد الإنسان قلبه غير منكسر. لكن الصيام سبحان الله يكسر في الإنسان كل الشهوات، وبالتالي مقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد على كل أن يرفع عمله وهو في حالة طاعة، ودل ذلك على أنه الشهوات كلها معطلة والرغبات الخاصة كلها معطلة، وهو مقبل على ربه تبارك وتعالى. وفي ذلك أيضا إشارة لأهل الشهوات والعياذ بالله، لأن والله سيكون حالهم مناقض تماما لحال النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. يا شيخنا الكريم، نجد في الشريعة أن الأعمال ترفع يوميا، كما في نزول الملائكة صلاتي الفجر والعصر، ثم يصعدون إلى الله عز وجل ويسألهم الله عن عباده فيقولون تركناهم وهم يصلون ووجدناهم وهم يصلون. وترفع أيضا الأعمال أسبوعيا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، وإنه أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وترفع سنويا، وهو في شهر شعبان أيضا الذي أنتم الآن تحدثوننا عنه. حول هذا هل لكم فيه أي تعليق؟ لماذا ترفع هذه الأعمال بشكل أسبوعي والله عز وجل أعلم بعباده بأعمالهم؟ نعم، أحسنت. سبحان الله كثيرا ما لفتني موضوع الملائكة وعمل الملائكة وعمل الصحف صعودا ونزولا وتنظيما وترتيبا، والنظر كذلك إلى ما يمكن أن نسميه بالخطة الكونية لهذا الكون، وأن الله تبارك وتعالى للقلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء. هذه ما يمكن أن يسمى الآن حتى في علوم الإدارة الخطة الكلية اللي هي الاستراتيجية الكلية. نعم. ثم بعد ذلك تجد كما تفضلت ينزل ذلك على مستوى السنة. في شهر رمضان في ليلة القدر تنزل من الخطة العمرية لكل إنسان خطته أو أقداره السنوية، وهكذا بنفس القدر الذي تتنزل فيه أقدار الله تبارك وتعالى على خلقه، ترفع كذلك أعمالهم إليه، والعمل الصالح يرفعه. فهذا الرفع سبحان الله أولا كما تفضلت الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى هذا، لكن منطق المساءلة يوم القيامة ومنطق المجادلة الذي غرس في هذا الإنسان، وبطبيعته الإنسان لن يستسلم لك بما تقول حتى لو كنت أعدل للناس. الإنسان أوتي جدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
هذا التسجيل وهذا التوثيق وكل ذلك في سبيل تحقيق العدالة المطلقة يوم القيامة، حتى إذا أنكر هذا الإنسان أنطق الله عليه، أصم على لسانه وأنطق عليه أنطق الجوارح. ففي هذا الجانب على كل عملية توثيق كامل. إنا كنا نستنسخ، والاستنساخ قد يكون صوتا وصورة وكتابة، فهي حالة استنساخ لحالة كل، يعني أفعاله كلها تقريبا. هذا جانب. الجانب الثاني سبحان الله أيضا منظومة الكون، وهذا الخلق وهذا الكون لا يسير بالفوضى بل يسير بالانتظام. ونحن نتعلم هنا أيضا، نتعلم من منظومة الكون منظومة النظام أيضا. نحن إذا كان الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى كل ذلك، فما بالك من يقيم على جماعة، من يقيم على دولة، من يقيم على شركة، من يقيم على يعني سبحان الله شيخ حسن بدون قطع حديثك. نعم. هناك بعض الشركات تطلب من الموظفين رفع تقرير يومي. أحسنت. وأيضا تقرير أسبوعي. نعم. ثم تقرير شهري. نعم. ثم تختمها بتقرير سنوي. نعم. عام ليرون هل ربحوا أم خسروا. يعني وربنا هنا يعلمنا أن هذه الأمور كذلك هي بالنسبة للإنسان أهم، لأنه مكلف. نعم. فكان لابد عليه أن يحاسب نفسه. صحيح. يحاسب. وكلما اقترب الإنسان من هذا السيستم الإلهي سيكون أقرب إلى الدقة وأقرب إلى العدل وأقرب كذلك إلى. تمام. أيوة نعم. جدا. وأيضا هناك إشارة إلى أن الملائكة هم أولياء الله. نعم. وهم أولياء المؤمنين أيضا. نعم. وأنهم يخالطونهم، لما في إشارة حينما احنا نتابع وننظر تواجدهم يوميا. نعم. وتواجدهم أسبوعيا، ورفعهم التقارير سنويا. نعم. ثم نزولهم في حفل ضخم كبير ليلة القدر. نعم. نعم. لما نرى هذا ونسمع قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعم. وأبشروا بالجنة إلى أن قالوا نحن أولياؤكم. نعم. في الحياة الدنيا. نعم. هنا نفهم أيضا هذه الولاية. لعلك توضح لنا ما المقصود بها. طبعا هو حقيقة هذا البعد الإيماني، لو أن المسلمين استحضروا هذا البعد أنك أنت والله أول في عندك الرقابة الإلهية والحضور الإلهي، أن الله لا يغيب عنا، يعني لا يعني إلا في حالة الضعف والغفلة، ولكن الذي يذكر الله فالله عنده دوما نعم. حاضر. هذه أول. الأمر الثاني أيضا يقول لك ملائكتي حاضرة تسجل عليك. فأنت عندما تستحضر هذا البعد سبحان الله فيه الحياء من الله، فيه الحياء من عباد الله الصالحين، هؤلاء الذين سماهم الله الكرام البرر الذين يدونون أعمالا. فيه كذلك أنه أنت والله ستحرص قدر الإمكان أن تكون في أحسن الأحوال، لأنك في رقابة مع الله، وفي حضور أيضا من ملائكة الرحمن الذين يدونون. طبعا هنا سبحان الله ستلاحظ أن الذي يقع في الذنوب والمعاصي وخاصة في الكبائر منها كأنما رفع تماما هذا الحضور ولم يعد يبالي به. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هو غفل في هذه اللحظة تماما، يعني وإلا لو استحضر الإيمان واستحضر حالة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها، قام مباشرة. نعم. ذكرته فتذكر. وبالتالي هذه الولاية التي فيها محبة وفيها نصرة وفيها تأييد وفيها حسن، في أشياء كثيرة جدا. فولاية هؤلاء الملائكة يحفظونه من أمر الله. أيضا كلما أنت حفظت الله حفظك الله. ومما يحفظ الله به عباده هؤلاء الملائكة الذين يحفظونه أيضا من أقدار الله، يحفظونه من أمر الله. أحيانا كثير الإنسان لا يلتفت إلى أنه ما الذي صرفه عن شيء معين، فتجد أن ذلك أمر غيبي أو أمر خفي، لكن ستلاحظ بأن الملائكة هنا حاضرة. جميل. بطبيعة الحال. شيخ حسن، شعبان هو الشهر الذي يعني يعتبرونه الشهر النبوي. لماذا؟ لأن أم المؤمنين عائشة في البخاري تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية عن النسائي والترمذي قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي رواية لأبي داود قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وهذه أم سلمة رضي الله عنها تقول
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: وكان أحب الصيام إليه في شعبان، ولشدة معاهدته صلى الله عليه وسلم في شعبان قال ابن رجب أن صيام شعبان أفضل من سائر الشهور. تحدثنا عن الصيام لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصه، لكن فيما يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام يجتهد يعني بالصيام في شعبان في حين أنه داخل على رمضان هو شهر الصيام، ما الحكمة؟ أولا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني من خلال استقراءنا المسها أن الشريعة جاءت بمقدمات تعتبر نوافل في كل فريضة. يعني أي فريضة من الفرائض تسبقها نوافل وتعقبها نوافل استعدادا لأدائها وكذلك استغفارا في ختامها. يا سلام. هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحج يمكن أن تسبق بعمرة. الصلوات كلها أغلبها يعني مسبوقة بنوافل ومختومة كذلك بنوافل. كذلك صوم رمضان مسبوق بصيام وكثرة صيام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضوع تحديدا فيه أن النفس البشرية ما تكون دخلت مفاجأة إلى الصيام، تكون تعودت. يعني كثير من الناس ربما وضع الصحي نفسه أحيانا لا يسمح، لكن تجد أنت سبحان الله إذا بدأت أو أخذت قسط من الصيام في شهر شعبان تدخل على رمضان وأنت مهيأ نفسيا ومهيأ جسديا ومهيأ صحيا بطبيعة الحال، ولا تكون قد أقحمت نفسك وأقحمت جسمك مباشرة في هذا الجانب. لكن في نفس الوقت أيضا أسبقته بنافلة، أسبقته بنافلة وهيأت هذه النفس. لهذا الصحابة فهموا من ذلك مع فهموا من كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثرة القراءة، ولذلك كانوا يسمونه السلف كانوا يسموا شهر شعبان شهر القراء. لماذا؟ لأن السلف وخاصة العلماء منهم كانوا يكثرون قراءة القرآن في شهر شعبان. ليش والله في شهر شعبان تحديدا؟ لأن شهر شعبان كلما أكثرت فيه القراءة أكثرت التدبر والتأمل ودخلت إلى رمضان أوجدت قراءة، أحدثت مراجعة وأحدثت تدبر وأحدثت كذلك تجديد للحفظ أيضا إذا كان في نوع من النسيان. وبالتالي لما تدخل إلى رمضان تدخل بقوة كبيرة جدا فيما يتعلق باستعدادك القرآني كذلك، لأن شهر رمضان سيتطلب منك القيام، وخاصة لمن هو والله من أهل الإمامة والذين يتصدرون مثلا المساجد. هؤلاء ستلاحظ بأن شهر شعبان فرصة كبيرة لهم في أن يراجعوا القرآن الكريم. يراجعوا القرآن. فإذا ربطت الصيام ومراجعة القرآن كأنما عشت الحالة عشت حالة رمضان قبل رمضان، ثم تعقبه بعد ذلك بصيام 6 من شوال، وهذا يكون أيضا نافلة ما بعد الفريضة. بارك الله فيكم شيخ حسن سلمان على هذا البيان وعلى هذا الطرح. مشاهدينا الأكارم، كنا في حلقة ماتعة مع فضيلة الشيخ حسن سلمان نتحدث فيه عن الاستعداد لرمضان في شهر شعبان. تحدثنا عن أهمية هذا الشهر المبارك الذي جعل الله عز وجل فيه العبادة العظيمة وهي عبادة الغفران. وعبادة الغفران وطلب المغفرة هو كل ما يسعى إليه المؤمن من صالحيهم وغير صالحيهم. فمغفرة الذنوب وقبول التوب هي هدف كل مؤمن، كما قال النبي عليه السلام: حولها ندندن. كذلك أشار الشيخ حسن سلمان على خطورة الشرك وأنه يحبط العمل، وأن المشرك يفقد هذه يعني الفرصة الثمينة من مغفرة الذنوب. فالشرك خطير جدا صغيره وكبيره. وكذلك أشار الشيخ حسن سلمان جزاه الله خيرا فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس، وأن يدخل الإنسان رمضان وقلبه صافي من أي حقد أو غل على أخيه المسلم، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الدول. فيجب على الإنسان أن يدخل رمضان وقلبه صافي من هذه الأمور. ثم أيضا أشار الشيخ حسن سلمان جزاه الله خيرا على أن أعظم عبادة تدرب فيها على نفسك في شعبان هي عبادة الصيام، كما جاء ذلك عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.
ويندرج تحت عبادة الصيام قراءة القرآن والصدقة، وكأن شعبان هو رمضان، فيكون الإنسان قد درب نفسه حتى يدخل في شهر رمضان. وهذا يدلك على أهمية شهر رمضان المبارك، وأنك يجب عليك أن تدخله وقد تدربت تدربا كاملا في جانب جميع العبادات. أسأل الله تعالى مشاهدينا الكرام أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.